اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد، يوم سعيد عليكم، ربنا يجعله يوم كله رضا من الرحمن. ربنا يسعدكم يا رب. وأهلا وسهلا بكل حبايبي اللي نوروني في القناة جديد وشرفوني. فيديو النهاردة حلو جدا، هنتكلم فيه شوية عن التوفير كده، على قد ما نقدر نوفر، نساعد بعض يعني بأي معلومة واحدة فينا تستفاد بيها تقولها للتانية حتى لو في الكومنتات. تمام. دلوقتي زي ما انتوا عارفين ان انا بشتري المكرونات اكياس اللي هي اسمها غالية او ادم. المكرونة دي بصراحة كان سعرها يعني مريح شوية عن الملكة وعن باقي المكرونات، فجيت بعد كده قلت ايه اجرب المكرونة اللي هي الشكاير واشوف بقى هوفر كده ولا لا. فلقيت يعني في حد عطار يعني بيبيع بإيه، بيبيع ب22 جنيه المكرونة السايبة والشعرية وكل الأنواع يعني دي ب22 جنيه، ولقيت حد تاني بيبيعها ب20. فرحت جايبة ايه من اللي هي ب20، جبت من كل نوع كده كيلو. احنا بنحب كل أنواع المكرونات، مش نوع معين أو نوع واحد بس اللي بناكله، لأ، في كل حاجة. آم، في كل حاجة يعني، في كل نوع بنحب المكرونات يعني. فالمهم ايه، قلت خلاص انا اشتري من كل حاجة كيلو. لقيت ان انا وفرت، احسن من الاكياس. احسن برضو من حد تاني يكون بيبيعها ب22 جنيه. في فرق في كل كيلو 2 جنيه. فانت لما هتجيبي كده حبة كتار مع بعض او كمية او الخزين بتاعك يعني، فهتلاقي نفسك وفرتي على كل كيلو 2 جنيه. انت لو جبت لك 5 كيلو هتبقي وفرتي 10 جنيه. انت اولى بيها. وجبت برضو كيلو رز ودقيق. اهم حاجة الدقيق، لازم كل بيت يكون فيه دقيق. طبعا بالليل للولاد تعملي كيكة، تعملي لهم بيتزاية كده بالجبنة، مش لازم لحوم. طبعا بيكنج باودر وفانيليا وخميرة لازم يكون في البيت حاجة أساسية جنب الدقيق، ما تستغنيش عنهم. هتعملي حبة قرص، لازم يكون في بيتك دايما حاجة تكوني عاملاها، خصوصا لما يكون عندك أطفال صغيرين تحتاجي لهم أي حاجة بالليل تعملها لهم. وجبت كيس صلصة بالباقي، وجبت جنزبيل فريش، وجبت برضو عدس بجبة عشان خاطر مكرونات يعني عدس بجبة، مكرونات يعني هنعمل يعني اكيد هنعمل كشري. لو عندك من كل حبة مكرونة حبة، من كل نوع مكرونة حبة، وسلقتيهم وعليهم حبة رز و... عدس بجبة، اديك عملتي طبق كشري للولاد، والولاد بتحب الكشري. فخليكي كده ظبطي الميزانية بالعقل. هتجيبي مكرونة حطي جنبهم ربع كيلو عدس بجبة. تمام. رز وشعرية اديك عملت الكشري. معاكي جبت دقيق جنبه على طول، خميرة وبيكنج باودر وفانيليا. ودوري وانت ماشية في الأسواق واسألي هنا وهنا، عشان خاطر في بعض التجار هي اللي بتكون مغلية الحاجة بتاعتها. يعني اديكوا شفتوا المكرونة، في بيبيعها ب20 وفي اللي بيبيعها ب22، وهي نفس النوع ونفس الشقارة. ولما تيجي تجيب المكرونة، هاتي المكرونة القلم مثلا، هاتيها اللي هي لونها أصفر وتكون فيها سن التقليمة، ما تجيبيش اللي هي لونها غامق. تمام. وهي نفس النوع، فأنا كده وفرت. ففي بعض التجار بتبقى مغلية شوية. المهم، وجبت طبعا بتنجان، الكيلو كان ب10، وجبت طماطم وجبت خيار وفلفل. انا ما جبتش حاجات كتير عشان خاطر انا كام يوم وماشيه رايحه عند ماما عشان فرح اخويا. ربنا يفرح كل الجميع يا رب، وكل اللي بيسمعوني، وعقبال حبايبكم كلهم، وتفرحوا بولادكم يا رب باذن الله. تمام. برضو عايزه اقول لك حاجه، انا برضو جبت هنا زبادي عشان بحب اعمل للولاد زبادي وكده. عايزه اقول لك برضو تيجي تجيبي الحاجه زي ما قلت لك، تجيبيها مش كده وخلاص، مش ان انت عايزه تجيبي الحاجه دي وتحطيها في البيت. لا، هتجيبي بتنجان وطماطم، بطاطسايه جنبيهم، عملت طبق مسقعه. هتقولوا لي مسقعة ايه دلوقتي في الغلا اللي في الزيت الغالي اللي احنا فيه؟ تمام. بس في بعض الناس عندنا بيبقى عندهم تومين، فاكيد بيبقى عندك اول الشهر زيت وكده. فهتعملي لولادك طبق مسقعة هيحبوها جدا وياكلوها. المهم الخس دوت انا بحبه وبجيبه، انا جبت كل دول ب5 جنيه. الكابوتشا بحبها بس غالية، فانا قلت ايه اجيب خس احسن. الخس زي ما قلت لكم دول ب5 جنيه. و وباحطه بقى على السلطة، بناكله كده جنب الأكل. يعني بُصّوا في أي حاجة. ورُحت جِبت إيه، الصابون باجيبه سايب عشان برضه أوفّر، والكلور اللي بامسح بيه الأرضية باجيبه سايب، وجِبت صابونة، وجِبت حمام كريم، ما رضيتش أجيب العلبة، جِبت الكيس دوّة تقريبًا ب5 جنيه، ب4 جنيه مش فاكرة. والأوكس الألوان ده ما باستغناش عنه، بينضّف جدًا، 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 وبيوفّر لي في المسحوق. فجِبته بقى ب12 جنيه بعد ما كنت باجيبه ب7، وبعد كده ب10 بقى ب12. وجِبت
ديتول برضو امسح بيه الارضيات وكده. والشامبو دلوقتي السباركل ده بقى بجنيه، مش كان بنص جنيه بقى بجنيه. فالمهم ايه، بملى بيتي من كل حاجه على القد. المهم بيتي يكون في عندي الخزين كله من كل حاجه. ابص كده اهو، انا النهارده مش عارفه اعمل اكل ايه، خلاص اطلع حبه من دول على حبه من دول، عملت طبق. وانت بتجيبي الميزانيه تبصي النظره دي، ان انت طب انا هجيب واحد اتنين تلاتة هيعملوا معايا اكلة، تمام، دول مع بعض يتجابوا على طول. فاهمني؟ عشان ما تجيش في يوم كده تفتحي مثلا ضلفة الخزين بتاعتك عايزة النهاردة تعملي اكل، طب ابص اشوف عندي ايه، طب ادي عندي ده، ما عنديش الحاجة التانية عشان اعمل الاكلة الفلانية. طب ما كده حاجة اتركنت خلاص كده على جنب. تيجي تبصي طب اعمل اكلة فلانية تانية، طب ما انا عندي الحاجة دي وما عنديش الحاجة دي. لا، اخلي كل خزينك يكون مرتبط ببعضه. يا ريت تكونوا يعني فاهميني ويكون كلامي واضح. انا بقى قلت ايه، اعمل للولاد حبة عدس. انا الفتره دي بصراحه قللت الاكلات اللي هي السريعه، اللي هي بيتزات. ممكن اعمل بيتزايه بس لو عليها جبنه بس، تمام، وخضار. لكن ما بعملش دلوقتي بلحمه مفرومه وبانيه وكده، عشان خاطر البانيه غلي. انا كنت بجيب البانيه بفرمه في الكبه. فما بقيتش باعمل كده، بقيت بقى باكتّر في الحاجات اللي هي تأكّل الولاد وتشبّعهم. ما بقيتش باعمل الحاجات اللي هي السريعة خلاص ناكلها ونقعد بقى بعد كده الولاد بعديها بشوية يا ماما عايزين. لأ، بقيت باعمل بقى الحاجات اللي هي زي ما قُلت لكم بتوع ممكن أعمل بصارة، أعمل عدس، أعمل قلّلت من إن هاعمل فراخ، قلّلت إن أنا أعملها مشوية، أعملها أكتر إن أنا أعمل جنبيها مرّة ملوخية، مرّة فاصوليا، مرّة بسلة جنب الرز، اللي هو يلاقوا إيه، أكل كده بعديها بشوية. لكن الأكل السريع ده بيبقى مُكلِّف، وبعد كده بتلاقي بالليل مثلا الولاد عايزين حاجة تانية ياكلوها، فبتقومي تعملي تاني وتطلعي مثلا حاجة تانية وتقفي تاني في المطبخ. لا، خليكي في الحاجات اللي هي بتشبع اكتر. انا عملت لهم النهارده حبة عدس سهل جدا وسريع، خلصته كده بسرعة واديته لهم، واحنا بنحبه جدا جدا جدا. طبعا العدس بهدل البوتاجاز، كله هيتنضف طبعا. جيت بقى عملت جنبه ايه، قلت اعمل جنبه طماطم متخللة. يعني طماطم كده وبحط عليها دقة زي دقة البتنجان. انا هنا جبت بتنجان رومي، طب ما عنديش زيت، خلاص مش اشكال، انا بقضي وقتي كله دلوقتي بابا غنوج. حلو جدًا ومفيد وما فيهوش زيوت، كده، كده أصلًا الزيوت مُضرة، فتعملي إيه، بابا غنوج. ممكن مثلًا لو مش بتحبيه خلاص تجيبي بتنجان رفيّع وتسلقيه، هيوفّر برضه معاكِ في الزيت وطعمه حلو وجميل وفي نفس الوقت صحّي وجميل. قرن فلفل، فص توم، حبّة ملح، هتتبّليه ويبقى معاكِ زي الفل جنب أي أكلة، هيأكّل وهيشبّع والحمد لله. الدنيا غالية على الكل. الظروف صعبة على الكل، بس الكلام على إيه، إن إحنا نفكّر كده ونسمّي الله ودايمًا نستغفر ونصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله ربنا هييسّر لِك الحال. وزي ما قُلت لِك بُصّي على الأكلة اللي أنتِ هتعمليها لولادِك، طَب دي هتأكّلهم وتشبّعهم والّا دي حاجة ترفيهية؟ الترفيهي مثلًا هتعمل لهم أي حاجة ترفيهية ما تكونش كتير دلوقتي عشان خاطر الظروف اللي إحنا عارفينها اللي إحنا بنمُر بيها. يعني أنا الحواوشي بطّلته خالص دلوقتي، طبعًا بياخد عيش كتير وفي نفس الوقت لحمة غالية. أنا كنت باجيب الأول لحمة جملي بصراحة مفرومة، أنا باجيب اللحمة الجملي مفرومة، مش باجيبها صحيحة. اللحمة الصحيحة باجيبها بلدي، اللي هاكون هاطبخها دي باجيبها بلدي. فلقيت إن اللحمة الجملي التانية غِليت، يعني وصلت دلوقتي اللحمة الجملي نُص ب180، نُص كيلو ب90 يعني ب180 الجملي، تمام، والراجل يكون قاطعها وفارمها، يعني كلّها دهن. لو مثلًا قُلت له اقطع لي حتّة وافرمها لي هيزوّد لِك 10 أو 20 جنيه على حسب اللي أنتِ هتاخديه، يعني دخلتِ في 200 جنيه عشان يقطعها بس ويفرمها لِك. فأنا قُلت خلاص بقى أقلِّل بقى من الأكلات كلّها اللي هي السريعة دي، لأ أعمل لهم أي حاجة تكون في البيت وخلاص. الولاد كبروا والجو شتا وكده، كده بيأكّل، فهنبتدي بقى إيه، نعمل بقى الأكلات كلّها اللي بتدفّي دي وإن هي تقعد معانا وتأكّل. أديني ما عملتش جنب العدس حاجة غير طبق الطماطم دوّة. هنا خلّيت الليمون ما عصرتوش أوي، خلّيت فيه ليمون من جوّاه وقطّعته بالسكينة زي كده اللي بيبيعه الراجل بتاع الكشري. عند محل الكشري أوقات بيعملوا طبق سلطة قريب من دوّة كده بالليمون. أنا قصدي إن الليمون يكون متقطّع عليه، لكن بتوع الكشري ما بيحطّوش فلفل بتومة وكده. المهم حطيت بقى العدس طبعًا عليه شعرية كده زي ما شُفتوا الطريقة بتاعتي، هي سهلة جدًا، ما باحطّش عليه حاجات كتير لإن إحنا بنحب طعم العدس.
تمام. طعم العدس لما بحط عليه مكونات كتير الولاد مش بيرضوا ياكلوه. في بعض الناس بيحطوا بصل وبطاطس وكده، لا ما بحطش الحاجات دي، ما بنحبوش يعني، هو الطماطم والجزر، وفي اوقات كتير ما بحطش جزر. المهم عملنا كده كام طبق بقى كده وايه، وقعدنا ناكل. وحطيت طبعا جنبه مخلل، ما حطيتش بصل، قلت اللي عايز ابقى اديله. هما اكتفوا بالطماطم والمخلل، حلو جدا، نعمة ورضا. احسن من ما فيش، احسن ما نمد ايدينا لحد، احسن ما نقعد نقول معناش. لا، الست الناصحه تدبر وتوفر وتعرف تشوف هي عايزه ايه ومصلحتها ايه وتعمل لبيتها ازاي، لان كل اللي هتوفريه طبعا لبيتك، وكل الستات عارفه الكلام ده. مش انا جايه اعلمك ولا اي حاجه، احنا بنساعد بعض وبنشجع بعض، لان الظروف طايله الناس كلها، ربنا يعيننا كلنا. و وارجع اقول الحمد لله، الحمد لله على قد اللي احنا فيه دوت، الحمد لله احسن من سوريا وتركيا. ربنا يعافينا يا رب. والحمد لله على كل شيء. الغلا احسن من اللي هم وصلوا ليه دلوقتي، الحمد لله. يمكن احنا بنشوف كده وبنقول الحمد لله ونرضى باللي احنا فيه. طبعا كلنا راضيين انا عارفة، بس ايه، الواحد اوقات بيجي له وقت كده يقول ايه، احنا تعبنا من المصاريف والدنيا ومش عارف ايه والكلام ده كله بيمر علينا، بس الحمد لله احسن من غيرنا. المهم كنت أنا باوريكم أوضة الأطفال كده في الأول. أنا قُلت للولاد عقبال ما أعمل الأكل أنتم هتغيّروا الملايات بتاعة الأوضة بتاعتكم، والله تسلم إيديهم، هُم اللي غيّروا الملايات بتاعتهم. هو ال أنا على كل سرير عاملة مخدتين وخدادية، فهُم طبعًا إيه، ما لقيوش هُم قالوا لي إحنا ما لقيناش، بس أنا قُلت لهم لأ هو ما لهاش أصلًا، فهُم اتصرّفوا وحطّوا دول، عشان أنا رُحت السوق، وبعد ما جيت من السوق دخلت على المطبخ وكده، فجيت بقى لقيتهم متصرفين بقى وحاطين أكياس تانية، بس مش إشكال، لايقة وحلوة وزي الفل. قُلت لهم أنتم ما تعملوش أي حاجة غير إن أنتم تغيّروا الملايات وتطبّقوا البطاطين بتاعتكم. وعلى فكرة مش البنات بس هم اللي روّقوا أوضتهم، لأ ده أنا ده ياسين قصدي روّق برضه معاهم. ولمّوا طبعًا الملايات القديمة ودخّلوها لي إيه، سَبَت الغسيل. وأنا بقى جيت اللي مسحت الكومودينو، الكومودينو طبعًا ما كانوش هُم مسحوه كان موسّخ، واللي فيه دوّة المانيكير بتاعهم بيحطوا على الكومودينو فمبهدلينه دايمًا، وأنا شايلة الإزاز بتاعه عشان ما يقعش عليهم. وأنا مسحت التسريحة بقى كده وقُلت أمسح الأرضية، بس المهم أخلّيهم يساعدوني لإن دي أوضتهم لازم برضه يعملوا فيها وينضفوها. هُم بيروّقوا أوضتهم كل يوم، بس الملايات مش دايمًا هُم اللي بيغيّروها، على الأقل حتى مرّة في الأسبوع يغيّروا الملايات عشان يبقوا عارفين وفاهمين. وبرضه أنا عندي بنات برضه لازم يكونوا متعلمين وفاهمين يعني إيه نضافة وكده، فلازم على الأقل خالص يساعدوني حتى لو هيغيّروا الملايات مرّة في الأسبوع، وأنا اللي باغيّر آمم المرّة أو المرّتين التانيين على مدار الأسبوع. آآ مسكت أنا بقى الأوضة كده مسحتها ومسحت الأرضية ومسحت التسريحة والمراية، وعشان خاطر هُم عايزين المكتب بتاعهم. المكتب بتاعهم أنا كنت شايلاه من الأوضة، حاطاه في أوضة النوم، عندي مكان كده فاضي جنب الدولاب، فحاطاه كده بالجنب، فظهر يعني كإنه كومودينو بس. فاهماني؟ حاطاه بالجنب مش حاطاه بالعرض كده، يعني هو مكتب مذاكرة، مش حاطاه كده بالعرض لأ بالجنب كده مدخّلاه، فباين كإنه كومودينو، فكانش باين، ما كانش شكله باين في أوضة النوم، وكان شكله حلو. فهُم عايزينه عشان الدرج ومش عارفة إيه وكده. أنا ما باحبش أحط المكتب بتاعهم في أوضتهم عشان بيضيّق الأوضة، بس ما دام هُم عايزين خلاص. أنا كنت غاسلة لهم السجاد بتاعهم، أنا غسلت السجاد الكبير زي ما شُفتوا في الفيديو اللي فات، لكن المشّايات بتاعتهم غسلتها بقى في شقتي هنا، بس ما صوّرتهاش بصراحة. كنت مستعجلة كده وغسلتها أنا والبنات. كل واحدة يعني إيه، خدت لها فرشتين كده معايا وساعدوني. المهم بقى لقيتهم بقى عاملين إيه، الورقة دي الأيام اللي فاضلة على رمضان. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان يا رب، ولا فاقدين ولا مفقودين. وكاتبين بقى كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة سعيدة، مش عارفة يعني مش واخدة بالي. وإيه، وكاتبين بقى كل يوم بيروحوا شاطبين على يوم عشان خاطر يفضلوا إيه يعني لغاية رمضان. المهم المكتب بقى بتاعهم هم عايزينه عشان الإدراج، وكمان عشان الشاشة بتاعتهم فيها الريسيفر دوّة. طبعًا إيه بقى، كل شوية الريسيفر أحطه على كرسي، أحطه على ترابيزة صغيرة، أحطه على حاجة، يروحوا هُم شايلينها وإيه، ويسيبوا الريسيفر كده يروح الوصلة بتاعته اللي هي ال3 في 3 دي، تروح إيه، مكسورة جواه. بعدت أجيبها لقيتها بقت ب25 جنيه. قُلت لهم: "طب إيه رأيكم بقى إن أنا مش هاحط الريسيفر كده تاني بقى وكل شوية تبوظ؟" أنا جبتها مرتين ورا بعض، فقُلت لهم: "لأ خلاص." فالمهم إيه، لمّا تتكسر جواه كده بتعملي إيه، بتجيبي دبوس إبرة وتسخّنيه كويس جدًا وتحطيه فيها وتشدي بتروح طالعة معاكِ، بس أهم حاجة الدبوس تسخّنيه أوي. فطلّعتهم كده
وهاحطه بقى كده على المكتب. بصراحة لمّا باحطه على المكتب بيبقى حلو جدًا وبيريحني ومش كل شوية يفضل يُقع، لكن أنا أمّا باحطه على كرسي الولاد يشيلوا الكرسي، احطه على ترابيزة يشيلوا الترابيزة، المهم إيه، فكل شوية الريسيفر يُقع، فكده أحسن لهم. فالمكتب هيضيّق الأوضة بس هينفعني كتير جدًا. طبعًا بقى حطيت لهم عليه الكمبيوتر بتاعهم، هُم ما بيشغلوهوش كتير. والأوضة نشفت وكده، ابتديت بقى أحط لهم السجاد بتاعهم كده أهو، وخلّيت لهم الأوضة بتاعتهم زي الفل، وهُم فرحوا بيها جدًا، بيفرحوا جدًا، جدًا لمّا باغيّر لهم نظام الأوضة بتاعتهم، وقُلت لهم بقى إيه أنتم بقى تحافظوا عليها بقى، هي بُصّوا الأوضة ضاقت شوية بس إيه، هي بقت زي الفل بصراحة. شايفين شكلها بقى زي بقت حلوة إزاي يعني. فهُم بقى ساعدوني، وبناتي حبايبي وياسين برضه ساعدهم، فهُم بيفرحوا جدًا لمّا باقول لكم إن هُم ساعدوني، فحطّوا لهم لايك بقى، وقولوا لهم يالّا كلام حلو كده في الكومنتات ليهم، إن هُم شطّار وبيساعدوني. أهم حاجة الولاد يساعدوك كده يخفّفوا عنِّك، وبرضه دي أوضتهم، فلازم هُم برضه ينضّفوها ويساعدوكِ، تمام؟ المهم مش عايزاكِ تنسي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد، ويا ريت شير، شير، شير للفيديوهات بتاعتي عشان نِفْسي قناتي تكبر بيكم وأكوّن أحلى عيلة. وبكده خلّصت معاكم فيديو النهارده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.